أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض العزبان أو الممبار بطريقة وبخلطة غير أي وصفة ممبار شفتوها قبل كده. محشي لذيذ جدا لما بيتعمل صح، بيبقى طعمه هايل. هنعمله بطريقة سهلة ومميزة، وفي تكات كده هقولكم عليها واحنا شغالين حصري، مش هتشوفوها في أي فيديو تاني أو أي وصفة ممبار تانية. هتخلي طعمه الكل ينبهر بيه. والعزبان الحلوة بتاعتنا بتاعت النهاردة دي نوع من أنواع المحشي الجميل جدا، بس من وجهة نظري إن ما ينفعش نشتريه من بره خالص. ليه؟ عشان نكون ضامنين نظافته كويس قوي وجودة مكوناته. فحبيت النهاردة أشارككم طريقتي دي، وإن شاء الله بعد الفيديو ده هتكوني أستاذة في عمايل العزبان أو الممبار، ومش هتشتريه من تاني من بره، ومش هتبطلي تعمليه، والكل هيطلبوا منه كمان. شايفين جماله لما قطعت واحدة عاملة ازاي؟ مفلفلة كده من جوه ولونها مظبوط ومحرمشة من بره. والشوربة بتاعتها بقى عشان انا منزلة منها الدهون كلها اللي من الممبار نفسه، فخفيفة كده مش تقيلة، وطعمه في منتهى الجمال، حاجة كده ما تتوصفش من جمالها. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها الصلصة بتاعة الممبار. في طاسة على النار هننزل بربع كوباية من الزيت، عليها بصلاية وسط مفرومة فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها تقلبتين واحنا مش عايزين البصلة تغمق خالص عشان ما تغمقلناش الصلصة. وبعدين هننزل بفصين توم مفرومين وهنحمرهم كده مع بعض. والتكة بقى اللي هتفرق معاكي خالص وهتخلي طعم المحشي بتاعك مميز، ان احنا هنجيب نص كوباية من الخضرة اللي احنا قطعناها اللي هنقول عليها بعد شوية، وهنحمرها مع البصل والثوم. هتدي بقى طعم حكاية، تكة كده هتخلي المحشي بتاعك في حتة تانية خالص. وبعدين هننزل بكوباية كبيرة من الصلصة اللي هي مش متزودة مية، كوباية صلصة خام، تمام. وهنحمرها كده مع بعضيها. وبعدين هننزل بملح، فلفل اسود، ورشة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، تمام. مش هنحط سكر دلوقتي، هنحطه في الخلطة نفسها. وهنقلب حلو قوي كده لحد ما تتسبك. نعرف منين انها اتسبكت؟ لما نلاقي الزيت بتاعنا طلع على الوش والصلصه بتاعتنا تقلت ازيد وبقت تحت، يبقى كده اتسبكت. هنطفي بقى عليها ونسيبها لما تبرد تماما. مش هنضيفها للرز وهي سخنه عشان ما تسرعش من سوى الرز قبل ما يتحط في الممبار، تمام. هنا عندنا 2 كيلو من الممبار مغسولين ومتنضفين، وهنتكلم على الممبار واحنا شغالين. وهنا 4 بصلات كبار مفرومين، وكيلو ونص من الرز المصري. ودي الخضرة حزمتين من الشبت والكزبرة والبقدونس، وحزبة من نعناع. ودي الصلصة اللي احنا لسه عاملينها وبردت تماما. ودي كوباية من الزيت 200 جرام. والطبق ده فيه ملح وشطة وفلفل اسود وكمون، ونص معلقة من السكر، نص معلقة صغيرة من السكر، تمام. هنضيف بقى المكونات دي كلها على بعضها بعد شوية. هنا هنرجع تاني للممبار بتاعنا. طبعا انا بجيبه من عند الراجل متنضف جاهز لان ما عنديش وقت انضفه من اوله لاخره. باجيبه هو بيبقى طويل خالص، فانا بقطعه المقاس اللي انتوا شفتوه ده، هو ده مقاس مناسب للوحده اللي انت تقدري تاكليها. وبقلبه كده تاني على الحنفيه، وبدخل الميه من المكان اللي انا بشاور لكم عليه دوت، المكان اللي انا هشاور لكم عليه ده، بدخل الميه منه بحيث ان انا ازود نظافته. يعني هو بيجي لي نضيف بصراحه، الراجل اللي بتعامل معاه بيجيبه لي نضيف جدا. بس طبعا انت محتاجه ان انت لما يجيبيه برده متنضف تعيدي عليه تنظيفه. بحطه كده وبقلبه على الحنفيه مره كمان، وبعدين باسيبه في بولة فيها خل وملح، ومش باسيبه كتير، هي 10 دقايق بس، وبعدين باشطفه واشيل منه المَيّة خالص، لإنه لمّا بيتحط كتير في الخل بيفتح معاكِ في المَيّة، لإن الخل بيسرّع من سواه كمان، فإحنا مش عايزين نسيبه كتير في الخل، اتفقنا؟ في البولة بقى اللي هنحط فيها الخلطة هننزل بالرز والخضرة والبصل والزيت وكل المكونات اللي احنا قلنا عليها دي. ولازم ننزل بالصلصة تكون باردة، ما تكونش لسه سخنة، عشان ما تسرعش من عملية السوا بتاعة الرز والرز يعجن معانا. دي من تكات اللي انتوا بتلاقوها ممكن ان تلاقي الرز عجن جوه المحشي، فلازم الصلصة بتاعتنا تبقى باردة تماما. هننزل بقى بكل المكونات دي ونقلبها مع بعضها، وتبقى الخلطة بتاعتنا جاهزة. ناخد بقى واحدة ممبار ونبتدي نحشيها بأي شكل انتوا متعودين عليه. انا متعودة احشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي ادخل شوية من الرز، وبعدين افرد بايدي التانية كده عشان ما يبقاش الرز متكلكع في حتة واحدة،
تمام. واحسن نوع ممبار تعملوا بيه العصبان بتاعتكم اللي هو الممبار الرفيع اللي ما يبقاش جواه دهون ياما، ولو جواه دهون ياما يا انت تتخلصي منها يا اما تقولي للراجل ينضفها لك، عشان لو حابة تشربي شوية من الشوربة بتاعتها أو تحطي كده الممبار في الشوربة كده وانتي بتاكلي ما تبقاش تقيلة عليكي. تمام. هنا احنا بعد ما دخلنا الرز في الممبراية بتاعتنا، أول حاجة بتسيبي من الطرف ده ومن من الطرف ده مقدار سنتي ما فيهوش رز، وبيبقى التخانة بتاعت الممبراية بتاعتك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مقدار قد ايه؟ يعني مقدار نص سنتي، يعني الرز جوه الممبراية بعد ما تبططيها كده يبقى نص سنتي. اتفقنا؟ والحروف سنتي من هنا وسنتي من هنا ما فيهوش رز خالص، لان هو لما بيتحط على النار بينفش شوية، وزي ما هنشوف كمان شوية بيقفل على نفسه، فاحنا لازم ندي فرصة للرز ما يخرجش بره. هنبتدي بقى نخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحاول نخلي اطراف الممبراية متنية كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان برضو لما بينزل منها السوائل بتاعتها تفضل محتفظة بالرز جواها. في حلة بقى على النار فيها مية سخنة، هنضيف ليها ورقتين 3 من اللوري، و4 فصوص حبهان، وفصين توم مفرومين، وبصلاية صغيرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة صغيرة من الملح أو على حسب احتياج الملح بتاعكم. وهنسيب المية بتاعتنا دي لما تغلي خالص، وبعدين ننزل فيها العصبان بتاعتنا. والعصبان أول ما بتنزل أو الممبار أول ما بينزل في المية السخنة دي بيقفل على نفسه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعًا عشان معمول صح مش مضغوط الرز اللي فيه ولا الكلام ده كله، بيقفل على نفسه من غير ما ينزّل رُزّاية واحدة في الشوربة. وهنسيبه بقى لمدة نُص ساعة، أنا ما بياخدش مني أكتر من كده، لإن أنا باجيب الممبار زي ما قُلت لكم الصغير اللي ما بياخدش وقت، وطبعًا لمّا بيكون طازة بيبقى ما بياخدش وقت أكتر. وزي ما قُلت لكم برضه ما باسيبهوش كتير في المَيّة بخَل. بناخد واحدة كده نقطّعها ونشوفها، بعد النُص ساعة دي هتلاقيها استوت مش محتاجة أكتر من كده وقت، وممكن يقعد أقل من كده كمان معاكِ. بعد ما نخلّص ونتأكد إن هو استوى كده، هنبتدي نشيله من الشوربة بتاعتنا ونسيبه لحد ما يهدى تمامًا قبل ما نحمّره. شايفين شكله جميل إزاي بعد ما طلع من الشوربة؟ اللي بيحب ياكله كده أو اللي مش هينفع إن هو ياكله مقلي، ممكن ياكله كده بيبقى طعمه في منتهى الجمال. يعني مش شرط إن إحنا نقليه في الزيت، بس هو طبعًا المُتعارف عليه إن إحنا بنقليه في الزيت عشان يبقى محمّر كده ومخرفش كده من برّه وطري كده من جوّه. تمام؟ هنبتدي بقى في طاسة فيها زيت هنقليه عادي جدًا أو هنحمّره عادي جدًا. أول ما الناحية اللي في الزيت تتحمّر بنقلبه على الناحية التانية على طول، هو مش بياخد وقت في تحميره خالص. وهنحمّر بقى لحد ما نخلّص الكمية كلّها، وأول ما ننزّل الممبار بتاعنا ما ينفعش يكون الزيت سُخن خالص، لازم يكون السخونية بتاعة الزيت معتدلة علشان ما يتحرقش مننا، لإن هو مش بياخد وقت، الممبار الصغير ده مش بياخد وقت. وشايفين حتى في الزيت ما فيش رُزاية واحدة نزلت، لإنه معمول بطريقة صح، فإن شاء الله لا هيفتح منّكم في الشوربة ولا هيفتح منّكم في الزيت ولا هينزّل رُز برّه خالص. تمام. ويبقى عندكم أحلى ممبار ممكن تدوقوه في حياتكم. وأنا كنت عاملة رز زيادة فكان عندي فلفل كده حشيته برضه جنب الممبار. حاجات جميلة جدًا بتضيفيها كده على الممبار بتخلّي طعمه هايل ومش زي أي ممبار ممكن تكوني دُقتيه قبل كده، ولا يبقى له ريحة، ولا يبقى له طعم مش حلو، ولا بُصّي بعد الطريقة دي هتبقي أستاذة في عمايل الممبار والكل هيطلبه منِّك بجد. حاجة تحفة. ولازم الجزار اللي تجيبي منه الممبار تكوني ضامناه، أو يكون لسه دابح أو تكوني بتتعاملي معاه بحيث إن هو يديكي الممبار طازة ما يكونش بايت عنده، لأن الممبار البايت بيبقى لونه غامق، بيغيب في السوا، بيشد كده وانتي بتاكليه، ومهما تغسلي فيه بيبقى له ريحة، والريحة بتفضل حتى بعد ما بيستوي. فالممبار الطازة بيفرق كتير قوي. نوع الممبار نفسه ان انتي بتجيبيه الدهون بتاعته قليلة، ولو فرضنا الممبراية بيبقى فيها دهون من جوه، يا انتي بتنضفيها بالسكينة كده بتكحتيها كده بالسكينة، أو بتخلّي الراجل ينضّفها لِك. والأسهل إن أنتِ تخلّي الراجل ينضّفها لِك لو أنتِ لسه أول مرّة تعملي ممبار. وتجيبي الممبار الرفيّع لإن بيبقى طعمه أطعم وأحلى، وسواه ما بيغيبش كتير، وزي ما قُلت لكم يعني أنا باسمع وقت فظيع، يعني بيقولوا ده بيقعد على النار ساعة وممكن ساعة ونُص، لأ خالص. يعني أنا الممبار بيقعد معايا بالكتير نُص ساعة، نُص ساعة بالضبط وبتلاقيه استوى. فإن شاء الله بإذن الله تجربوا الممبار بالطريقة دي، إن شاء الله هتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات،
ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتشيروا بقى الفيديو لكل قرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.